صفحة جديدة من صفحات كتاب الزمن نلتقي اليوم وأسوار القاهرة القديمة، حيث أقيم سور القاهرة 3 مرات. المرة الأولى عند تأسيس مدينة القاهرة سنة 358 هجرية، وأسسه جوهر الصقلي. وفيما بين سنتي 480 هجرية و485 وسع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي القاهرة من الناحية الشمالية والجنوبية، ونقل أسوارها إلى حيث يحدد موقعها اليوم باب الفتوح وباب النصر في السور الشمالي، وباب زويلة في السور الجنوبي، وجعل السور من اللبن بينما بنى الأبواب من الحجر. وفي سنة 561 هجرية قام الناصر صلاح الدين الأيوبي أثناء وزارته للعاضد الفاطمي بإعادة تحصين القاهرة، فرمم سور بدر الدين الجمالي بالحجر، وخاصة الجزء الواقع بين باب زويلة والخليج. وفي عهد صلاح الدين الأيوبي عهد إلى بهاء الدين قراقوش ببناء سور لا يحيط فقط بالقاهرة بل بالقلعة والفسطاط جنوبا، وامتد أيضا من جهة الشمال ليصل إلى شاطئ النيل غربا. بلغت أحياء القاهرة في وقت زيارة جمار 530 حي، حيث يعتبر حي القلعة بأقسامها وميدان قرميدان والرميلة وطولون أقدم أحياء مدينة القاهرة. ومن أحياء مدينة القاهرة المهمة في زمن جمار والباقية حتى الآن هي أحياء الأزهر وباب الخلق الآن والمسكي وزويلة والأزبكية والشعراني. ومن أشهر ميادين القاهرة في ذلك الوقت قرميدان والرميلة وبركة الفيل والأزبكية، بالإضافة إلى ميدانين صغيرين، أحدهما أمام قصر مراد بيك والآخر أمام بيت القاضي. وأكبر هذه الميادين جميعا ميدان الأزبكية الذي يكبر على حد تعبير جمار ميدان لويس ال15 في باريس، وميدان الكونكورد الآن 3 مرات. وكان للقاهرة في زمن جمار 71 باب، أشهرها أبواب طولون والسيدة وباب الوزير وباب الحسنية وباب النصر وباب الفتوح وباب الحديد وباب اللوق وباب الناصرية، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. إلى اللقاء وصفحة جديدة من صفحات كتاب الزمن.